خيال. جريمه قتل وحش ادمي، قتل بنت بواحد الطريقه بشعه مشاهدينا الكرام. ديال البنت اللي تقتلاتها هي امامكم. وحش ادمي في مدينه تيفلت، تهز مدينه تيفلت على واقع جريمه خطيره مشاهدينا الكرام، جريمه ماشي سهله مشاهدينا الكرام. تخيلوا على ان وحش ادمي يمشد بنت، يعني بنت مرته، يغتصبها، ومن بعد ما ينتج داك الشيء عليه حمل انه يدير ليها السلك في عنقها ويزير باللقاط ويقتلها في هذا المكان. كيف تشوفوا مشاهدينا الكرام، هنا فين قتلها مشاهدينا الكرام، في هذه البلاصه قتلها مشاهدينا الكرام، وخباها هنايا، خباها مشاهدينا الكرام في هذه البلاصه، خباها مشاهدينا الكرام في هذه البلاصه، راه هي هنا فين خباها. لا بركه غير هنا كي تشوف في هذيك البلاصه حفر وخبى البنت عندها 14 سنه، قتلها من بعد اغتصبها وانتج على اغتصاب حمل. يعني هذا راجل امها، هذا ماشي شي واحد يعني براني، هذا راجل امها اللي خاصو يحميها، اللي خاصو يحفظها، قتلها. وراه هي البلاصه، هذه هي البلاصه فين يعني خبى الجريمه ديالو، سد عليها في صاك ودفنها هنا. دراري صغار، لا حيدهم من واحد دراري صغار، حيدوا. يعني جريمه مشاهدينا الكرام خطيره جدا. شنو وقع اختي؟ شنو وقع؟ انا خويا كنت عند الوالده، كانت مريضه خويا، عيطوا لي خوتي قالوا لي تعالي راه امك في الكوما. مشيت باش نشوفها نهار الخميس، ونهار الجمعه بالليل وقع اللي وقع. صيفط بنتي الكبيره واخوها الصغير، صيفطهم الاناف داهم، وجا قتل لي بنتي، ورجع عند بنتي الاخرى باش يجيبها. ومن جات بنتي الكبيره من الاناف قتلها ولد الحرام، وقال لي راه بنت اختك هربات. ومن جيت انا لا غد ليه السبت قال لي راه بنتك هربات. واحد الحرام بيني وبين بنتي غير الحيط، انا بيني وبين بنتي غير الحيط، كنعس انا هنا وبنتي هنا وبيني وبينها حيط. كيقول لي الفاعله التاركه ديال بنتك هربات، نشد امها قال لي طيح في يدي قبل البوليس نقتلها، هو راه قاتله بنتي بردات ديك الساعه. وكيمشي معايا للبوليس، تيقلب معايا عند البوليس وكيقلب معايا وكيسول البنات واش ما شفتوش خديجه، هو راه بنتي جبعات تموت. قتلها ولد الحرام في ابشع الطرق. ما عرفتش انا، ما عرفتش شنو كنسوى، ما فهمتش. درت فيه ثقتي وعطيته حياتي وامنته على ولادي، ودار لي اخويا هادشي. ما نسمح ليه لا الدنيا الاخره. شوف الحاله فين معيشنا، ورغم ذلك صبرنا للقهر وصبرنا للجوع. كنت اخويا الا فطرت ما نتغدى حتى كنتعشى. الا فطرت نفطر مع الصباح، نفطر اخويا مع الصباح ونتسنى راسي الغدا، ما نتغداش نبقى حتى العشاء عاد ناكل. صبرت عفو وجاه ولادي، صبرت لقهرتي، صبرت والجوعي، صبرت ويضرب لي ولادي وصبرت. ولكن ما كنتش كنتوقع انه يقتل لي بنتي. هادشي اللي كيقول اخويا، قال لك اغتصبها وحملها، ومن عرف راسو دار داكشي وعرف راسو غيحصل قتلها ليا ولد الحرام، قتلها ليا. كي كانت الوضعيه ديالك كي كانت هو الوضعيه ديالو مع البنات؟ كان كيتعامل عادي، ما تيقش انه غيدير ديك الحاله. ما تار انتباهي حتى حاجه، حتى من قتلها. هو همني ان بنتي هاربه، كياكل معايا ويشرب معايا ويقلب معايا ويمشي معايا عند البوليس بحال حتى شي حاجه ما كاينه. وفي الاخير من شافني كنمشي ونجي عند البوليس وحس براسو تزير، مشى عند البوليس وسلم راسو وقال لهم تعالوا راني قتلت ربيبتي ومخبيها في المحل. ونهار اللي كنت جايه انا من دارنا داز وخدا قفل، وقلت له داك القفل علاش بغيتي؟ ياك من الباب البراكه حيت خاسر لي القفل. قال لي لا بغيتو العشه اللي كندير فيها الباكاج، راه حصلت ولدي الصغير غياكل السم ديال الطوبه، والسم الكبير كان هو بنتي. باش ما لاحظتش بنتي تما في ديك البلاصه سد بالقفل، وانا مع التلفه انني كنقلب على بنتي. ورينا اختي فين دفنوها، ورينا البلاصه فين دفن هذا المجرم. يا خويا اجي نشوفوا البلاصه اللي تفضلي اختي. هذه هي البلاصه مشاهدينا الكرام فين دفن، فين دار الفعله ديالو، دفنها هنا مشاهدينا الكرام، دفنها هنا. انا ما نشوفش بنتي، راه فين راه باش ما نشوفش بنتي. شتي فين راه فين باش ما نشوفش بنتي؟ في الطرف البراكه دفنها اخويا في ذاك الطرف، باش انا واخا كاع نطل هنا ما غنشوفش بنتي. ونزيدك واحد الحاجه اخرى، واخا كون دخلت هنا ما غنعرفش بنتي حيت قتلها
وحط عليها عرامه الحوايج حتى الا دخلت اش نقول انا هذوك راه غير حوايج وحيت هو كيميخل وكيجيب الحوايج وكيحطهم هنا واخا كون دخلت ما نعرفش باللي هذيك راها بنتي لا يعقل ما تطيحش ليا على البال لانه وهمني ان بنتي هربت وفي الاخر كيقول لي الفاعله التاركه هربت والا جات بين يدي قبل البوليس نقتلها هو ديجا قاتلها وتيقول لي الا جات قدامي قبل البوليس نقتلها. وبنتك شنو اخر ما تلاقيتي بها اخر ما شفتها اخويا نهار الخميس من بغيت نمشي لدارنا اخر مره غنشوفها شفتها نهار الخميس من بغيت نمشي لدارنا. واش قالت لك؟ عادي كتعامل معايا عادي كيما موالفه كتعامل عاديه ردوا البال لبعضياتكم وهو قبل ما نمشي قلت ليه شوف ها ولادي امانه عندك رد ليهم البال حتى نجي قال لي صافي سيري كوني هانيه وفي التالي خلاني انا مشيت ودا بنتي الكبيره والدري الصغير الاناف وجا رجع دار داكشي اللي دار وعاد مشى عندهم. ونزيدك واحد الحاجه نسيتها عيطت لي بنتي في 11 ونص اولا 10 ونص قالت لي يا ماما راه عبديله حيت بنتي الكبيره ما كتقولش ليه بابا كتقول لي غير عبديله هما اللي قتل كانت تقول ليه بابا وما حارش في ديك الكلمه ما الماتوش. قالت لي يا ماما راه عبديله خلانا في الاناف وراه دابا ود العشاء وراه تبداو كيتجمعوا الدراري ورانا ماما مخلوعه وخلانا هنا وانا نعيط عليك. قلت لي عبديله علاش خليتي الدريه عزبه في هذا الوقت في هذا الليل؟ قال لي انا غادي نمشي عندهم وما مشاش. قالت لي يا ماما من رجعت قالت لي يا ماما حتى رجعت حتى تلاقينا غير هنا في الحومه عاد طالع عندنا عاد جاي عندنا حتى سالات ديك المهمه ديالو وكمل منها عاد تم غادي. والشي اللي نفريض راه ربي دار خيرو من بنتي ما جاتش هنا وما كون جات بنتي الكبيره هنا وشافت داك المنظر ديال اختها الصغيره كان يقدر يقتل حتى بنتي الكبيره باش تسترو. اش نقول لك اخويا شوف غير الحاله فاش حنا عايشين الجوع والقهر الا فطرنا ما نتغداو ولا تغدينا ما نتعشاو ومقهرنا واحد القهره ما كايناش وكنت صابره لهذا الشيء على ود ولادي باش ما نتشتش وفي الاخير رزاني في بنتي ورزاني في حياتي ورزاني ما نسمحش ليه اخويا ما نسمحش ليه ما نسمحش ليه نهائيا ما نسمحش ليه ما نسمحش ليه ما نسمحش ليه اخويا ما نسمحش ليه ما نسمحش ليه نهائيا اخويا. مشاهدينا الكرام كنتو تشوفوا ما نسمعش ليه ومن شفتو في الكوميساريه كيقول لي اسمحي لي كندير نسمح ليه كندير كواني في كبتي كندير اسمح لي في جوج ديالو هو وجوج اخرين 4 الاولاد كندير اخويا قول لي كندير اخويا نسمح ليه واش يعقل هادشي نسمح ليه انا اخويا ما نقدرش انا ما سامحه ليه لا دنيا لا اخره ما سامحاش ليه اخويا ما سامحاش ليه تشوفوا مشاهدينا الكرام هذا الوحش الادمي. انت اختي هذه هي البنت اللي صيفط الاناف باش يرجع يدير اللي بغى يرجع. عاودي ليهم بنتي شنو وقع عاودي. واحد السلام عليكم. بعدا هذاك القتال ديال عبديله نهار الجمعه هضري بالجهد بنتي هذاك القتال اختي مسكينه حست بشي حاجه جات لعندي قالت لي اختي سنه خليني نبدل لك. قلت لها قالت لي اختي سنه بغيت نبدل لك ونمشات لك وقالت لك. قلت لها مرحبا. قالت لي واحد شويه تلقاي لي المزيكا قالت لي تلقاي لي المزيكا شداني باغا نشطح اختي سنه فيا الهوايش. قلت لها اختي خالتي اليوم الجمعه قالت لي غير تلقاي لي المزيكا. قلت لها وبقات تشطح وحلت التليفون قالت لي اختي سنه سمحي. قلت لها ماشي مشكل طلبات مني السماحه انا ما فهمتش. ثاني عبديله الاناف قال لي غادي نمشي عند واحد السلام. قلت لي انت ولدك؟ قال لي لا السيد مشى خلاني المغرب اذن عليا في الاناف تخلعت عيطت على واحد الدريه جاتنا باش تعيط على ماما جاب الله ربي كبير عطاني بزاف قالت لي جميله هودي. قلت لها اختي ما نهوتش اذن عليا العشاء في الزنقه. عيطات عليك قبل ما يقتلها؟ لا ما عيطتش عليا اختي قالت لي هودي. قلت لها لا من هوت تلاقيت معاه جيت الاناف قلت لي اش تدي في دوارتي دخلتي قال لي راه ما تذكرت دات لي الشوها هوت من هنايا باش نجي لعندكم. قلت لي خليتيني الشماك لي السيمانه اللي فاتت الدريه كانت شتات عدى عليها بقات تيضربها الكرشه. علاش انا كاع ما حاضره باش كان يضرب بنتي انا شنو كيسلوكه مع خويا نوض بيناتنا انا وخويا سلوكه من ناض خويا تيغوت عليا ناض اختي تقولي مالك شعلتي العافيه بين اختي وخويا ناض عليها وبقى يعطيها ضربها الكرش اكثر ولي نفخ لها عينيها وفخ لها عينيها كاع ما سيقاش ليه الخبر. تيقول لها تقاودي وتيقول لها يا القحفه يا الصرفه بزاف ديال الحوايج تيقول ليها بزاف الحوايج. بعض المرات هو ضربها بالموس واحد النهار جيت في اليد ديالها ومن قلت لها شكون ضربك قالت لي تجرحت. قلت لها واش ضربك عبديله غا قولي
وما بغاتش تقول. واحد النهار عاوتاني جالسين هنايا تيدوي واش عاوتاني هو يضربها. هادشي كله ما كان من جينا نهار الجمعه كيتعامل عادي تيسولني تيقول لي فين اختك؟ قلت له ما عرفت. جات الجوج اللي طلعني عند الراجل، طلعت انا وياه، خلاني ومشى تيقلب على الدريه، تيقلب قال ما لقيناش. جينا والدريه غير حدانا، هي غير حدايا وما عارفه. قال لي شي توجد تنعسي هنايا شويه لك بنتي ما تنعسيش. اختي والله الا اختي غير حدايا، طلعت لداخل اختي ميته حدايا. تصور اخويا انا ناعسه حدا بنتي، حاطه راسي حدا بنتي وكيسحب ليا انا بنتي ما كايناش. حتى نهار الاثنين اخويا، نهار الاثنين عاد حنايا تصدمنا وتفاجئنا بالفاجعه انه هو اللي قتلها. ما عارفينش اخويا، ما عارفينش. هو وهمنا بانه الدريه هاربه، وهمنا بان الدريه هاربه وتيقول لي لا لقيتها قبل البوليس نقتلها. وفي التالي نهار الاثنين تفاجئنا بالفاجعه بانه هو اللي قاتلها ومخبيها في المكان اللي وريته لكم اخويا. انا اخويا انا كنعس بيني وبين بنتي غير الحيط، انا وبنتي بيني وبينها غير حيط. باش نعس هدايا بيني وبين بنتي غير الحيط. كندير اخويا في واحد الصاك هنايا، ها هو هنايا، اجي نوريه لك اخويا. جيب لنا الصاك شوف لنا اختي كي كانت اختك معاك، كي كانت المعامله. هذا هو الصاك. ما قديتش نشدو، ما قديتش. اجي عمي شدو، ما قديتش نشدو. هذا هو الصاك. وريه حلو. هذا هو الصاك اللي قتل فيه البنت ودارها في الصاك، داروا في هذا الصاك مشينا كاينه 4 ايام مسكينه وهي في هذا الصاك. حتى نهار الاثنين ودفنوا من نهار الجمعه حتى نهار لا حول ولا قوه الا بالله. وقالت لي يا بنتي كيدوش وكيقول لهم هاد الريحه ما بغاتش تحيد، هاد الريحه ما بغاتش تحيد، هاد الريحه ما عرفتش. واخا عاود شنو قلت لك دخلتي يعوم، كتعاود لي يا بنتي دخلتي يعوم وتيقول لها هاد الريحه ما عرفتهاش علاش ما بغاتش تحيد، هاد الريحه ما عرفتش علاش هاد الريحه ما بغاتش تحيد. وهذاك الشيء راه ديال داك الشيء اللي دار. ولا جلست ليه هو يدور لي ريحه الجيفه، كيقول لهم هاد الريحه وكيرش عليه الريحه وتيقول لها هاد الريحه ما بغاتش تحيد منه، ما بغاتش تحيد. جلست لهيه قال لي نوضي بنتي بماكينه، جاب لي الهدايا. بنتي بجد واش يسمعوك هضري. قلت لك نهار جلست لهيه موالفة ندخل تيقول لي لا. هي جالسه هنا، من جلست هنا اشنو قال لك؟ قال لي نوضي حيدي من تما. حيدي من تما ما بغاش تيهضر معايا، جاني عجب هذيك الايامات اللي دوزها معاه، جاتني عجب. كانت الريحه في الدار. انا ما شميناش اخويا مع موالفة نعلق البادا. قال لي لا قال لي ندخله. دخلت هذيك النهار معاه هنايا في الموطور، قلت لي بغيت نمشي معاك في الموطور. دخلت قال لي خرجي شتي خوك خرجي. قلت لي علاش تجري عليا؟ قلت له انت ما بغيتش تجري عليا. قال لي اخوتي اخوك غير قبل ما يشري القفل قال لي السنه ما تخليش خوك يدخل داخل، ما تخليش يدخل وما تدخليش انت. قلت لي علاش؟ قال لي سيب لي الطوبه. انا على نيتي انا ما عارفاش اختي تما، على نيتي قلت لي صافي. قال لي ما تدخل، وكل ساعه واخا ما كاينش القفل انا ما عارفاش اختي كاينه هنا. ونهاري بغيت نعس هدايا نوضني قال لي سير تنعسي لداخل. موالفه بنتي كتنعس هنا في المرح، وباش يديرها في يدو باش ما تحصلش عليه المشكل دخلها تنعس لداخل خوفا منها انها تدخل هنايا وتكتشف الجثه. موالفه بنتي هنا كتنعس، هاد البنت هذه هي بلاصتها فين كتنعس، وقال لها ادخلي لداخل خوفا منها انها تدخل وتكتشف الجثه، خاصها تبقى قدام عينيه. السيد كان كيتعاطى شي حاجه والو كيكمي الكيف اخويا، لا قرقوبي لا والو، ولكن اخر 15 يوم كان سكران وما كنتش انا، كان سكران وما كنتش. كان سكران نهار الجمعه كان سكران اخويا. 15 عمرو عدوز هاكي اختي عمرو ما بسل عليك انت؟ قال دير واحد الماده كتدو واحد الشكل بحال شكل الماده هي بيضاء، ما عرفتش. قلت له شنو هي؟ قال لي انا، قال لي ديك راه طابه. قال لي هي راه بيكا. ما قلتليش ليه؟ قلت لي طابه بيضاء. قال لي غطابه. وشنو دار لك بنتي؟ عمرو مسل عليك؟ لا هو تيغوت علينا، تيقول لي سيري بنت القحبه. قولي سيري بنت الفاله. تيقول سيري المهم تيخدم معانا وتيبقى عيلنا، غير هو شي حاجه اخرى ما كايناش. عمرو ما بسل عليك؟ لا ما محرش بيك، ما مغتصبك، ما حتى حاجه. لا نهار اللي دخلت لقيت البيت هذا ما مشيت خرجت خليتي محل. اخر ما قالت لك السلوكات ديالها في اخر
ما تبغيش تعاود ليا، ما تعاودش ليا، ما تبغيش عادي حيت هو تيلقى شي عبات يقول لي ما تبقايش تعاودي لختك، هي ما تبغيش تعاود، انا تبغي تقول لي شي حاجه شويه طاجه غاية باش تعاود ليا، ما تعاودش ليا، ما عاودتش ما تعاودش. غير نهار الجمعه قالت لي اختي بغيت نلبسك ومشات لك شهر، وقالت لي وشطات لي شهري وعاودت عاودات. قول يا خويا غير ما تخسرش الهضره. خويا العزيز، خويا العزيز، ما كاين ما نقول لك، هذه الحاله هذه ما كاين ما يتسمع فيها، وهذا الانسان هذا غنمثلوه بحيوان ما يبانش حيوان، نقولوا اخويا مجرم اكثر من مجرم، غنقولوا سفاح بزاف باش يكون سفاح. السفاح ما غاديش يقتل بنته بالعربيه تعربت، يقدر يدير جريمه في زنقه اخرى، يقدر يسرق، يقدر يدير كل شيء، ولكن بنتك ملي تولي تقول لك بابا ومربيها كابره معك مده ديال 8 ديال السنوات، جات عندك ملي كانت عندها 5 سنين توصلت 13 سنه، حشومه عليك باش غادي تعمل معاها هذا الشيء، ودريه صغيره، حسب اكثر من العائله ديالك، حسبها دمك، حسبها كل شيء. يعني حنا جرحنا في الحاله ديالنا وجرحنا في صحتنا، خلينا وليداتنا جايين مساكن بلا خدمه بلا والو مبرزطين، يعني بغينا لي الله تبارك وتعالى ياخذ فيه الحق. راه هادشي اللي دار اخويا راه ما يديروش اليهودي، اللي المله ديالو ديال اليهود ما غتعطيش نفسه يقتل صبيه. اش غنقول لك اخويا، كنتمنى الله تبارك وتعالى ياخذ فيه الحق. انا بقات فيا علاش؟ حيت حنا درنا فيه الثقه اخويا، خلينا ليه ختنا، عطيناك ختنا. تصور باش الانسان يسمح لك في اختو ويجوجها لك على سنه الله ورسوله، باش تهلا فيها وتعاون معها وتساعدها وتوقف معها من المحنه الصغيره الكبيره، وفي الاخير الضحك علينا حنا والضحك على عمامها والضحك على خوتها وعلى عائلتها. حشومه عليك، دخلنا عليكم بالله خوتي، انا راه ما بقى فيا اللي نصبر، الله ياخذ فيه الحق، راه حسبنا الله ونعم الوكيل. عطيني خويا ندوي. انت تصنت اخويا، تفكرت واحد المساله، النهار اللي كنت غادا عند الوالده قالت لي ديني معاك ماما نشوف امي راها مريضه، قلت لها يلاه بنتي علاش ما نديكش؟ شويه داز هو من حداه، ولكن انا حنت على النيه ديالي ما ديت ما جبت، شويه داز من حداه غير داز، من قلت لها نوضي جمعي حوايجك باش غدا نمشيو، قالت لي لا ماما ما بقيتش غادا عندي الموحد. يعني في ديك اللحظه دار لها شي تهديد ولا ما عرفتش اشنو دار لها. ها هي بنتي اخويا، ها هي عندها 13 عام و8 شهور، في شهر 5 غتكمل 14 عام. هي هذيك بنتي اخويا 13 عام و8 شهور، في شهر 5 تكمل 14 عام. من قلت لها يلاه معايا ما عرفتش اخويا. كنطالب اخويا، كنطالب بحقي، الله ينتقم. حنا عندنا ثقه في القضاء على ان هذا الوحش الادمي خاصو العقوبه اللي غادي يستحقها، لان بنت غصب بنت اللي عندها 14 سنه، هذا وحش ادمي. شنو تطالبي؟ حنا تنثيقوا في مؤسسات ديال الدوله ديالنا انها تاخذ لنا حقنا وحق هذه بنت المغاربه كاملين. شنو تطالبي؟ قلت لها اخويا الاعدام، وبغيتو يتعذب، كيعذب بنتي في حياتها وفي موتها، وتعذبنا حتى من بعد ما باتت، حتى من ماتت تعذبنا 3 ايام وحنا كنطلعوا وكنهبطوا ديريات، من كنوض مع الصباح حتى كيود المغرب ويفوت العشاء، عاد كنجي من الكومين سيري يا خويا، سيري واجي. عذب بنتي في حياتها وفي موتها وتعذبنا حنا من وراها. كان عادي. وتصور سيري معايا ما بانش عليه بانه مغير في الاسبوع لا والو. كيتصور انه حتى من قاتل بنتي ومهمني بانها عاربه، كيقلب معايا وكيمشي معايا عند البوليس وكياكل معايا وكيقول لي تصور قلت لك كما قلت لك قبيله كنتي لا فطرت ما ناكلش حتى العشاء، وفي ديك اليومين باش رجعت من دارنا كيقول لي شنو بغيتي تاكلي اختي؟ نجيب لك شي حاجه اختي؟ شنو خاصك؟ كنقول لي انا بغيت غير بنتي، ما باغاش ناكل، انا بغيت نعرف بنتي فين هي بنتي. وثمن ما يعني هزهم باعهم ليا. كان شاده الوجع البنت. البنت جات عندي قالت لي يا ماما فيا الوجع. البنت جات عندي قالت لي يا ماما فيا الوجع. انا شنو كيسحاب لي اخويا؟ حيت ما كانش في الظن بنتي عندها شي مشكل، كيسحاب لي اخويا هذاك الوجع غير ديال لا غيقل. قلت لها بنتي لا فيك الوجع ندير لك شويه الزعتر وشربيه يفوتك، راه حتى انايا من كتجيني لا غيقل كيجيني الوجع. هذا هو اللي ظنيت، وما كون حسيت غندي بنتي ندير لها شهاده غنعرف بنتي اشنو عندها. ولكن اش نقول لك، راه اللي كيخدم النيه وكيثيق في الانسان هادشي اللي كيوقع ليه، هادشي اللي كيوقع ليه. غاديه مع بني. واش العشره ديال 6 سنين ما غتثيقش اخويا؟ العشره 6 سنين
راه لا يرتلى هادشي، راه هادشي انا راه صدمني، راه باقا ما مستوعباش هادشي اخويا، راه باقا ما مستوعباش اخويا، باقا ما مستوعباش. نهار اللي تخطفات عادي بروده تمشي قلب بروده وقلت لي اجي نعيطوا على ماما، اتصل بها قال لك لا بلاش مش نعيطوا نهار الجمعه باللي قلت لها نعيطوا على ماما نقولها، قالت هي غدا غتجي نهار السبت بلا ما نقولوها لها، قلت لها نطلعوا نقولوها لعمامها ما بغاش ما بغاش. واحد شويه مع نصات هذيك الجويب اللي هودنا من الفوق، هذيك 3 بالي السيد ماشي هو هذاك، ماشي نورمال، بس ملي تندوي معاه تيبقى يغوت وتيبقى يدير بحال هكايا، فهمي انا كيتصرف عادي، تيبقى يدير بحال هكايا، ماما فاشلي تيبقى يدير بحال هكايا. خليل حل سد، فهمتيني، حل سد، حل اخويا تيبقى يدير بحال هكايا. لمن ضيف شي اضافه خويا. انا اللي بغيت نقول لك اخويا العزيز، هذا السيد هذا انا باش اللي صدمني فيه والحاله اللي خلاتني انني انا ما نشكش وما نعرفش بانه هو ذاك الانسان هو اللي قام بالمجرم بالعمليه ديال بنت اختي وخلاني محروم من بنت اختي. كتقول لي خالي وتجي تعنقني مسكينه بيديها بجوج وتضحك معايا وتلعب معايا، وفين ما كنجي فين ما نجلس ديما شنو خصك يا خالي، شنو بغيتي يا خالي، شنو من يعني اش غنقول لك اخويا. انا كنسمع في الدار من التليفون كنهضر مع الاخت ديالي، قالت لي يا ودي اخويا راه قتل لي اختي، راه قتل لي الدريه بنتي وهي بنتي، قالت انا حاسبها اختي وبنتي وخويا وفيها كل شيء، قالت كتجلس تعاود معايا بحال شي صديق، ما انا ما دايرهاش بنتي، دايرها اكثر من بنتي، وهي ماشي غير بنتي خارجه من كبتي، هذيك راه الروح ديال عينيا وضيعني فيها اخويا بحال هكا. اختي كتقول لي قالت لي تقت فيها اخويا، قالت لي اخويا راني عطيته الدم ديالي وشركت مع 2 ديال الوليدات، وفي الاخير هادشي اللي كنستاهل ليه. انا بنت اختي تعايبت معاهم وتعايرت معاهم، ولكن باش نوصلهم نقهرهم ولا ندلهم على كل هادشي هذا ما نقدرش. انا كنطلب الله تبارك وتعالى ياخذ فيه الحق. راني خاله وكنتكلم معاكم اخوتي، حق ربي مع الانبياء الله بالكبده ديالي شرحنا كاملين اخوتي، الله يجعل ربي ياخذ كيعذبنا وشواده، بغيتو تعذب في الدنيا وفي الاخره باش تعرف ربي كبير. وداك السبب نهار الحد كنت باغا نمشي مع ربعي، قلت لي دينا ربعي بغيت ندوز على ريفي. بنتي انا نقول لها بنتي تعكس لي الموطور، نقول لها بنتي عرفتي شنو اخويا يومين فكرتني بنتي باش عيطتي عليه، فكرتني اخويا بنتي في هذه القضيه. عرفتينا هو شنو دار؟ مشى عند واحد صاحبه، وداك صاحبو على نيتو تعاطف معاه، قال لي عطيني اخويا الموطور بغيت نقلب على بنتي، هو الموطور كان جابو ربما الله اعلم كان باغي يلوح بنتي في شي بلاصه، ومن لقى الدنيا عامره عليه عاد مشى سلم راسو. والله روح بنتي والروح عزيزه عند الله، داك الموطور ما بغاش يديماري. شوف لاحظ معايا هاد المساله، داك الموطور ما بغاش يديماري، ولكن ديجا جا صاحب الموطور ديمارا. شوف سبحان الله المشيئه ديال الله، كنت غادا معاه ربعي شتي المشيئه ديال الله. الموطور ما بغاش يديماري، ومن جا مول الموطور ديمارا. واش هذه ماشي راها مشيئه الله باش ربي بغى يفضحو؟ هذه معجزه ديال الله. عيا يتقاتل مع داك الموطور، تيقول لي هذا الموطور مالو ما بغاش يديماري، نمشي نقلب. وكانت قالت ليه بنتي ديني معاك راني مريضه، قلت لها لا جلسي ما تمشيش، قالت لها جلسي ما تمشيش. هما زعما كنت دا بنتي الاخرى كان غيقتلها حتى هي، وداك الموطور كان جايبو باش يخفي الجريمه ديالو ويخفي الجثه، ولكن المعجزه ديال الله خدمات. الموطور ما بغاش يديماري، ولكن غير جامو الموطور ديمارا. سبحان الله. تما فين انا شنقول لك؟ لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. لا حول ولا قوه الا بالله، حسبي الله ونعم